الا كان فيك اكتئاب او بغيتي ما يجيكش اكتئاب، ضروري تعرف هاد المعلومات اللي في هاد الفيديو. الهرمونات اللي كتبدل الاكتئاب الى سعاده: هرمون الدوبامين ناقل عصبي ومسؤول عن المشاعر والتحفيز والمكافآت والاحساس بالمتعه والالم. الحوايج اللي كتحفز هذا الهرمون: ممارسه هوايه تحبها، النوم الكافي وتحقيق الانجازات. ثاني هرمون هو هرمون السيروتونين، هرمون السعاده والشعور بالرضا ويقضي على القلق والتوتر. الحوايج اللي كتحفز هذا الهرمون: تعرض لاشعه الشمس، رياضه الجري، الاكل المتوازن، الصلاة وقراءة القرآن. ثالث هرمون الإندروفين، يخفف الألم ويعطي الشعور بالسعادة، كينقص من القلق ويعزز الثقة في النفس. الأنشطة اللي كتخلي هذا الهرمون يتحفز: رفع الأثقال، الشوكولا نوار، والعناية بالجسم والبشرة. الهرمون الرابع الأوكسيتوسين، هو هرمون الحب ويفرز عند العلاقات بين الأزواج وكيأثر على التعاملات الاجتماعية. الأنشطة اللي كتخلي هذا الهرمون يتحفز: مسك اليدين، العناق والتقبيل بالنسبة للأزواج، العائلة وتربية الحيوانات الأليفة. آخر هرمون تستوستيرون بالنسبة للرجل، والإستروجين بالنسبة للمرأة. هذه الهرمونات كتخليك التحكم بالغريزة وتعديل المزاج والتغيرات الجسدية. الأنشطة اللي كتخلي هذه الهرمونات يتفرزوا: الأكل البروتين، الدسم الصحي، الفيتامين دي، والنوم الغير المنقطع. إلا عرفتي بأن الاكتئاب السبب ديالو هو خلل في هذه الهرمونات ما كيبقاوش يتفرزوا بشكل طبيعي، فأنت مين كتقوم بهذه الأنشطة كتخليهم يتفرزوا بشكل طبيعي، وهكا كتوقي نفسك من الاكتئاب، او الا كان فيك الاكتئاب كتحاول تمارس هاد النشاطات. تسجل عندك هذه تهلا ليا في راسك.